تعالى اقول لك وارسيك على خيط النجاة الوحيد دلوقتي اللي شايفاه إدارة الزمالك. إدارة الزمالك شايفة إن خيط النجاة الوحيد بالنسبة ليهم لفك معظم قضايا القيد هو خوان بزيرة. هتقولي ماله خوان بزيرة؟ هقول لك هما عارضين، يعني جالهم كذا عرض منه. هما مستنين العرض اللي يبقى فوق ال6 مليون دولار علشان يطير على طول. شايفين إن ده هو أسلم حل. وفي نادي إماراتي كبير بيتابع خوان بيسيرا بقاله من شهر واحد اللي فات ده. ف يعني أنا من وجهة نظري أنا مش إدارة الزمالك، بس أنا شايف إن إحنا مش عايزين نكرر حوار زيزو تاني. أول حاجة. تاني حاجة، آه، إحنا بعد ما زيزو مشي تعايشنا عادي، وزيزو كان نجم الفريق وجبنا اللي أحسن منه. فعادي ممكن نبيع بزيرة، ومش عايزين نكرر غلطة زيزو، ممكن نبيع بزيرة ونستفاد منه. تمام. ونجيب غيره. بس هتقولي دلوقتي احنا موقوفين فترتين قيد غير متعلقة بماديات. هقول لك عندك حق. هتقولي طب هنجيب لعيب منين؟ هقول لك والله ما اعرف. انا لحد دلوقتي ما اعرفش. إدارة الزمالك غرزتنا في عارف حفرة طين مش عارفين نطلع منها. بركة عارف الرمال المتحركة، احنا غرزنا في رمال متحركة مش عارفين نطلع منها. كله بسبب إدارة الزمالك. هتقولي لو انت من إدارة الزمالك دلوقتي هتعمل ايه؟ هقول لك اقسم بالله ما اعرف. هطلع كده اقول انا فشلت وانسحب. لو انا حسين لبيب، يعني لو انا اللي عملت كل ده، اطلع اقول انا فشلت وانسحب، واسيب اللي يعرف يدير يجي يدير، اللي هيعرف يخلص يجي يخلص. بس سلام.